بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحباب الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج الإفتاء اليومي هلا سألوا. وباسمكم نرحب بصاحب الفضيلة أستاذنا الدكتور سعيد بويزري، الأستاذ المحاضر بكلية العلوم القانونية جامعة زوزو. شيخنا سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونرحب بالإخوة والأخوات الفضليات معنا في هذا البرنامج الذين نسعد أيما سعادة بالتواصل معهم عبر أرقامنا الهاتفية التي ستظهر لكم أدنى الشاشة بعد قليل إن شاء الله، وبعد بيان موضوع لقاء هذا اليوم. أحبة الإيمان مشاهدين الكرام، من الوسائل المهمة جدا في تبليغ الدعوة إلى الله وجذب الناس إلى الإسلام السيرة الطيبة للداعي وأفعاله الحميدة وصفاته العالية وأخلاقه الزكية، مما يجعله قدوة طيبة وأسوة حسنة لغيره، ويكون بها كالكتاب المفتوح يقرأ فيه الناس معاني الإسلام فيقبلون عليها وينجذبون إليها، فتأثير الأفعال والسلوك أبلغ وأكبر من تأثير الكلام فقط. ومن الشواهد على هذا الكلام دكتور سعيد ما قالته أمنا خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي: والله لا يخزيك أبدا، وذكرت له جملة من الأفعال الحميدة. كيف تكون الدعوة إلى الله فعلا بأفعالنا وسلوكنا فضيلة الدكتور؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سألت يا أخي محمد صالح عن أمر عظيم وعن أمر مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من وظائفه وبل من صميم رسالته الدعوة إلى الله، وقد أمر بذلك في آيات وفي نصوص كثيرة، منها قول سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن فالنص القرآني واضح والأمر جلي. يا أيها الرسول، بالمناسبة خاطبه الله عز وجل بهذا الوصف، بهذا النداء الشريف، بوصف الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. إذن فالبلاغ مطلوب والبيان مطلوب والدعوة إلى الله مطلوبة. وقال ربنا في سورة النحل في الآية 125: ادعو إلى سبيل ربك. إذن النص هكذا يبدأ، النص القرآني: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فحينما نستحضر هذه النصوص في الكتاب وفي السنة يتجلى لنا أن الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة اجتماعية. فريضة شرعية دلت عليها النصوص، وضرورة اجتماعية أوجبها واقع الحياة، إذ أن الحياة ستكون في حالة من الاضطراب، في حالة والناس يعيشون في حالة من التيه والضياع إذا أخطأوا الطريق السوي، الطريق الموصل إلى الله عز وجل. لذلك ربنا يأمرنا جميعا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن قلتم أيضا مسألة في غاية الأهمية حينما استشهدتم بما قالته السيدة خديجة أم المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام وهو عائد من غار حراء بعدما تنزل عليه الوحي. أول الشواهد. نعم. حينما قال: زملوني لقد خشيت على نفسي، فكان جوابها كالآتي: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. سبحان الله، هذا اليقين، هذا الإيمان بالله عز وجل
جعل أمنا عائشة أمنا خديجة أم المؤمنين أن تخاطبه بهذا الخطاب الذي يزرع الأمل، الذي يعطي له قوة كبيرة. وكذلك نبهته إلى أنه في سيرته الحسنة وكيف أنه كان يساعد المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر. ذكرت جملة من شمائله العملية التي بسببها لا يمكن يقينا وقطعا أن يضيعه الله عز وجل. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وسيد أمنا عائشة أيضا حينما سألها هشام الحكيم يعني الصحابي الجليل سألها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جوابها واضحا صريحا، قالت له كان خلقه القرآن. 3 كلمات لخصت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة. كان خلقه القرآن، أي كان يترجم معاني القرآن وأخلاق القرآن وشمائل القرآن ترجمة عملية، وهذا هو المطلوب. لذلك الدعوة إلى الله باللسان لها قيمتها يقينا، لها وزنها، ولكن كما قلتم يا أخي محمد صالح الأفعال هي أشد تأثيرا في نفوس الناس وأبلغ، وهي التي تستميل قلوب الناس إلى طريق الإسلام بيسر وبسهولة. نعم. وإذا قرأ التاريخ، والتاريخ أستاذ شاهد كما يقال، الكثير من دخل الإسلام بسبب أخلاق المسلمين. نعرف مثلا تجار مسلم، نعرف تجار المسلمين في تاريخنا المشرق المضيء كانوا يدعون إلى الله عز وجل وهم في السوق وهم في المعاملة التجارية حيث يكثر المال، البيع والشراء والمضاربات والشركات إلى آخره، ولكن مع ذلك عبروا أو بينوا كانوا قدوة عليا يقتدى بهم وبهم يحتذى في سلوكاتهم وسيرتهم الحسنة وأفعالهم الطيبة التي استمالت قلوب الناس إلى الإسلام ودخلوا الإسلام من أوسع الأبواب باش بالقدوة الحسنة بالأفعال. إذن فالأفعال أصدق وأقوى تأثيرا وأبلغ من الأقوال رغم أهمية الجميع. لذلك كخلاصة القول نؤكد على أن المسلمين في عالم اليوم الكثير من المسلمين للأسف الشديد ينفرون الناس من الإسلام بسبب سلوكاتهم، أليس كذلك؟ أكيد طبعا. وقد يؤاخذ الإسلام بجريرة المسلمين. نعم. بل حتى نحن معاشر المسلمين كما هو اليوم يعني. نعم، حتى بيناتنا كمسلمين إذا كان واحد يشوفه يصلي ويصوم ويحج وكذا يقول زعما راه يصلي زعما راه يحج، وكانه غير منتظر من قبله، يعني ينتظر منه الكلام الطيب والأفعال الحسنة والسيرة الطيبة والأخلاق والشمائل الحسنة وهكذا، فأصبح ميزانا. لذلك حينما قال الله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا، يعني ممكن الإنسان المسلم قد يكون فتنة لغيره بسوء سلوكه. نعم. وربما يكون الإنسان بعيد عن الإسلام 100 كيلومتر، إذا كان 10 مسلمين يزيد يهرب 500 كيلومتر اللور. وكأننا ننفر الناس من ديننا، وهذه في الحقيقة مسؤولية ونتحمل، طبعا كل يتحمل بقدر مسؤوليته، ولكن كلنا مسؤولون في الحقيقة. لذلك لابد أن نعيد قراءة هذه النصوص قراءة واعية، قراءة ذكية، قراءة مستبصرة من أجل مراجعة سلوكاتنا ومراجعة أعمالنا لنكون في مستوى هذا الوحي الطاهر بحيث نستميل قلوب الناس بأفعالنا وسلوكاتنا. والقدوة الحسنة هي أخصر طريق لاستمالة قلوب الناس إلى دعوة الله الحق. نعم، وهذا أصل من أصول الدعوة إلى الله. نعم. الدعوة إلى الله بالعمل والفعل. إذا نسعد بتلقي مكالمات إخواننا وأخواتنا على أرقامنا الهاتفية التي ستظهر لكم أدنى الشاشة، ونبدأ بالأسئلة. في أسئلة واردة وأسئلة بقت بالأمس. مبروكة اتصلت بالأمس وكانت قد سألت عن معنى قول الحق سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، الآية الكريمة من سورة الإسراء. فضيلة الدكتور سعيد. نعم.
إذن كما التزم الأخ أحمد البارحة نعم. بأن نجيب اليوم، سنجيب على بركة الله عز وجل. الأخت مبروكة، ولا تمشي قال الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا. أولا هذه الآية وردت في موضعين، وردت في سورة الإسراء في الآية رقم 37، ووردت في سورة لقمان في الآية 18، وإن رب سبحانه يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، هذه في سورة لقمان. أما في سورة الإسراء ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني بعض المعاني التي نقولها في يعني حول هذه الآية باختصار شديد. أبدأ أولا رب سبحانه يبدأ بقوله ولا تمشي في الأرض. نعم. فكل الكائنات. نعم. لو تأذن لي دكتور حتى لا نطيل على الإخوة والأخوات على الأرقام الهاتفية، أختنا ليلى تنتظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت ليلى. نعم من عنابة. ألو السلام عليكم. مرحبا يا ليلى. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. عندي أسئلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا ليلى، نحن في الاستماع إليك. أنا في عدة وفاة أو طلاق؟ نعم عدة وفاة. عندي اليوم 59 يوم. رحمة الله على زوجك. نعم 59 يوم. 59 يوم، غدوة 60 يوم. نعم. أريد أعرف كيف كما نقولوا الصدقة الجارية أو الحاجة كما نقولوا إحنا اللي نقدر نخرجها على زوجي باه تلحقوا. نعم واضح إن شاء الله. والسؤال الثاني، يعني هل يمكنني يعني الخروج البيت أمي برك يعني هكا الزيارة الخفيفة في النهار ونرجع لبيتي مع العلم بأن أولادي صغار؟ نعم واضح السؤال أيضا. نعم. ويعني لاقتناء أغراض لأولادي، هل يعني نقدر نخرج مثلا كما دركا نقدر نخرج نكسيهم ضرورة مش يعني نعم. تحويز ولا حاجة أخرى هكا نشري الحوايج لازمين على خاطر ما عندهمش شكون برك. واضح إن شاء الله. ربي يتغمد هذا الفقيد بواسع الرحمة وينزل عليه شآبيب الرحمة والرضوان إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. عفوا شكرا جزيلا لكم. ربي يربط على قلبك إن شاء الله. مع السلامة. هل في اتصال؟ نعم. إذا نكمل مع أختنا السائلة. مبروكة. ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا. المعنى الإجمالي لهذه الآية أو الآيتين في سورة الإسراء وفي سورة لقمان نهي صريح عن المشي على الأرض خيلاء وتكبرا وانتفاخا. بمعنى المطلوب يعني المفهوم المخالف والمطلوب هو أن يمشي الإنسان على الأرض قصدا قاصدا بلا انتفاخ بلا تكبر بلا خيلاء، يسير كما يسير الناس بشكل عادي تماما دون أن يعطي إشارات التكبر والانتفاخ والعظمة، يمشي عادي فوق الأرض. وهذه من صفات عباد الرحمن، من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الذي لا يمشي هونا وقصدا يمشي متكبرا منتفخا. هذه المشية مشية منعنا منها كما قال القرآن ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني من مشى مرحا متكبرا مخالفا لهذا الهدي القرآني فإنه يحرم من حب الله عز وجل. فإذا كان ربما الكثير منا يتألم إذا فقد حب الناس، كي يقولوا فلان ما يحبكش ربما يتألم لهذا، فكيف بمن كان محروما من حب الله عز وجل؟ يعني اللي يكون متكبر على الناس وينتفخ على الناس ويتجبر على الناس ويحاول يظهر يعني معالم ولا مؤشرات العظمة، هذا يحرم من حب الله. وهذه خسارة كبرى. وفي سورة الإسراء ربي قال إنك لن تخرق الأرض. يعني لا يمكن الإنسان مهما تكبر وتجبر
أن يحدث شقوقا في الأرض، لا يمكن أن يخرق الأرض، فالأرض تتحدى ساكنيها وتتحدى جميع الكائنات: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا المتكبر مسكين، لأن قامته لن تكون أعلى من قامة الجبل، لن تكون أطول من ارتفاع الجبل، فيبقى الإنسان إنسانا. إشارة إلى ضعفه. نعم، هو ضعيف ويبقى ضعيفا ولا يمكن أن تعلو قامته. بالمناسبة الإنسان كلما كبر في السن كلما ينقص ما يطلع يعني في القامة. هذا تنبيه عظيم: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. المطلوب إذن المشي والسير قصدا هونا. هذه من صفات عبادي الرحمن. شكر الله لك دكتور سعيد. معنا مكالمة من ولاية خنشلاس، السيدة عائشة. السلام عليكم. السلام، مساء الخير. مرحبا. ألو. تفضلي أختي الكريمة. نعم. أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول: أنا عندي ندير لازر على وجهي، عندي الشعر في وجهي ندير عليه اللازر. نعم. الليزر. نعم. وما هو حكم أنا كي نروح نصلي كي نكمل اللازر نروح نصلي، أسكي كي نروح نعاود الوضوء ولا صافي يدير لي راجل ولا يدير لي طبيب؟ نعم. والسؤال الثاني: أنا أمي كانت عندها دار بكري وكنا محتاجين للدراهم، سلفنا الدراهم ب7 ملايين، وقالت لها ماما هاكي الدار كي يكون عندي 7 ملايين أنا نردهم لك، أنا نرد داري تدي 7 ملايين. درك هاد الحكاية عندها 15. اسمحي لي عائشة، عاودي لنا السؤال الثاني هذا. قلت لك أمي كانت عندها دار بكري. كانت عندها دار. نعم. وإحنا محتاجين للدراهم. نعم. سلفنا 7 ملايين وقلنا لها هاكي الدار كي يكونوا عندنا الصوارد نعطيوك 7 ملايين وعطينا دارنا. شكون اللي يقولوا لها هذا؟ قالت لها ماما. يعني هي دار جداتك؟ هي دار أمي. دار أمي. أمك ولا جدات؟ أمي ماما. يعني جداتك؟ ماما أمي أنا. نعم. ومن بعد صافي هاد الحكاية عندها 14 سنة. نعم. ومن بعد دركا قالت لها ماما كي عدنا نكون نخدموا وعندنا الصوارد، قالت لها ماما هاكي 7 ملايين واعطيني داري. ما بغاتش، قالت لها داري أنا ما نمدلكش دارك. ما هو حكمها؟ اسكو نخليو لها الدار ولا نحيوها لها ولا؟ نعم. سؤال اتضح شيخ. واضح. واضح إن شاء الله. يا بارك الله فيكم. يا من الله. شكرا. إلى سمية من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. تفضلي سمية. خويا أنا حبيت نسألك سؤال، بس كان طلقت مع راجلي يا بلونطو. نعم. ماشي بزاف يعني. اسمعيني من الهاتف يا سمية الله يحفظك. نقصي الجهاز التلفاز. ألو. نقصي التلفاز اللي أمامك. اسمح لي. نعم. واصلي سؤال. أنا طلقت مع راجلي مشي معاه، قلت لك ما عنديش بزاف، ودروك راني حبيت نرجع وما حبش يرجع، وزعما راني حاسه روحي باللي شغل راني مريضه بلا بيه. حابه انا ما عادش عارفه واش ندير، حابه نحس روحي واش مش عارفه واش ندير في روحي، يعني حاسه انني ندير حاجه في روحي ولا ندير حاجه فيه. شغل هو ما حبش يرجع لي ويقول لي ما نرجعلكش خلاص، وطلقنا زعما. نعم. عيط الإمام وهضرت مع الإمام وكل شيء، قلت له نعملوا الصلح، ما حبش يرجع معي. شحال عنده؟ أنا ما عرفش واش ندير، يعني حبيت نعرف شحال عنده هذا الطلاق؟ يقدر واحد يساعدني، يقدر يساعدوني، يقدر واش نعمل يعني، زعما راني متحيرة يعني. سمية إذا تخلينا رقم الهاتف نتاعك ويتواصل معك الشيخ إن شاء الله، ربما إن شاء الله يجري بينكما جلسة صلح. هكذا. إذا ما تقطعيش الخط إن شاء الله، وربي يجمع بين قلبيكما كما جمع بين آدم وحواء. أتمنى أن هذا الرجوع يتم إن شاء الله تعالى، وأن يلين قلب هذا الرجل إن شاء الله. أم عمار من عنابة. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا. حبيت نلتقي الشيخ وراسك. تفضلي. ما حكم المرأة تسب رجلها وتشك فيه؟ نعم. هذا. نعم. أيضا. تشك فيه وهي راح ترجع عندها 5 أشهر، راح غضبانة ما زادتش رجعت، وتبعت لنا غير طلقوني وما عملنا لها والو ما عملنا لها حتى شيء.
حتى راجلها حاج صغير يصلي، يعني ما في حتى حاجه غير يختم ويروح، هي تشكي فيه كله غير وعندك نتاع، ومن يقول شيء يقول هذا ولي تسبه. بالك عندها وسواس هذا المخلوق هذا. وش راح نقول لك؟ تعرف كنا ما لقينا واش تشوف واش عملنا لها، ما لقينا واش نديروا لها. حكمت هزت روحها عيط عددها، تعاركت معاه في الليل قالت له تعاركوا تلاكشوا هكا هضره خفيفه يعني مش ساعه واحده، وراح يخدم، هو راح يخدم وهي عايشه عددها. حابه ترجع زوجها ولا لا؟ كيفاه؟ زوجها حابه ترجع للبيت ولا لا؟ مش حابه، بعد السنه قالت لنا كنشفت وجه ربي طلقوني. وهو زوجها وش حاب؟ هيدي بعد السنه قالت طلقوا. زوجها اسمحي ام عمار، زوجها حابه ترجع ولا لا؟ زوجها قال لك راني كرهته من الليل، قال لك مشي لي عملته، قال لك فيا سبني ما نقدرش نهضر وانا. نعم واضح ان شاء الله، واضح ان شاء الله. ما يقدرش السب اللي هضرته له، ما قدرش عمل معاها الملاحه، عمل معاها يحط لها حتى ايده على المصحف يقول لها راني ما عنديش حتى امراه وما عندي، قالت له يقول له غير تشك فيه كي يولي يقول لها ما عنديش تولي تسبه هي تسبه. نعم واضح اختي، سؤالك واضح يا ام عمار، حتى لا نطيل على المكالمات اللي راهي تنتظر في الاسئله. سؤال واضح ان شاء الله. بارك الله فيك. هاي صحه ربي يعيشكم. تحياتنا لكم ولاهل عنابه كامل. حاجة عيدة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وليدي، وش راكم؟ مرحبا بك. السلام على الشيخ الكرام. الله يسلمك الله يبارك فيك. وليدي عندي سؤالين صغار يعني ما مش كبار. مرحبا بك، تفضلي يا عيدة. عندي راجل بنتي يعني يخدم تكنيسيا كما نقولوا في يعني تليفون، يعني كما نقولوا وارديناتور تلفزيون كلش، يعني يمشي عند الناس، يدي بلاصتي عند الناس. نعم. يعني عنده اليجرة نتاعو يعني هو مخلص يعني، والناس يبخوا بوزيولو كما يقولوا بالفرنساويه بوغابوار، يعني عرب ولا نصارى ولا كحلان ولا ما كانت يعني النوع نتاعهم. نعم. يعني واحد يعطيه 5 اورو وواحد يعطيه 10 اورو، يعني اخرين قالوا له حرام عليك تدي هذا الشيء، هو ما يطلبش يعني كما نقولوا كي يخلص لهم الخدمه يحبوا يمدوا حاجه. يخدم هو في شركه. نعم. الشركه تبعثوا للناس يسطالي لهم كما نقولوا البورطابلات، يسطالي لهم التليفونات كما نقولوا لي شان في التلفزيون، الناس يعطيوا حاجه. الوغ الناس منا ومنا قالوا له حرام عليك. نعم. والسؤال الثاني تفضلي. زوجي داير القران في البورطابل. نعم. حاشاك نتاع الساعه ويدخل به البيت الخاله ينساه، هل حرام ولا حلال؟ يعني يجاوبوني صورته على سيدي، يعني هو ما يطلبهمش يعطيوها له كهديه حاجه 5 اورو 3 اورو 10 اورو يعني كما نقولوا هديه ماشي. نعم. الناس قالوا له راهو حرام عليك. يوضح لك الشيخ ان شاء الله. نجيكم يطول في اعماركم والسلام عليكم وخليكم على خير. شكرا وليدي. في امان الله، شكرا جزيلا. صح. استقبل مكالمه اخرى. نعم. الو. نعم. السلام عليكم. من تيار السيده فاطمه. السلام ورحمه الله. عندي سؤال. تفضلي يا فاطمه تفضلي. انا عندي زوج تاعي زاد مع دارهم. نعم. ايا قال لهم باكي زاد معاهم في الهضره، قال لهم حرام موتين راني راجع لهذيك الدار. ومن بعد هيك بداو يعيطوا له يقولوا روح عندنا دوكا كيفاش يدير باش يروح لهم. واش القصد نتاعو بهذا الكلام هذا؟ على السلعه جابها لهم وما بغاوش يعيطوا. لا واش راه يقصد بحرام مرتي هذه اللي قالها؟ ما على باليش داك هو كيف ضروري فاطمه، ضروري نعرف قصد الزوج في الكلام هذا. هو كان زعاف معاهم اكيد، يعني من غضب وليس من فرح، ولكن ضروري نفهم قصد الزوج، لان مفهوم القصد هو اللي ينبني عليه حكم الشرع. هو كي بدا يقول له هو جاب لهم سلعه. واضح فاطمه. يجاوبك ان شاء الله الشيخ في الحالات كلها ان شاء الله. ان شاء الله صح. شكرا، مع السلامه. لويزا من العاصمه ونستأنف الاجابه ان شاء الله يا شيخ. لويزا تفضلي. الاخت لويزا السلام عليكم. عليكم السلام خويا. تفضلي يا نعم. حبيت نسالك. نعم. عندي واحد المشكل، كان عندي حانوت. نعم. ومن بعد خدمت فيه، كانت هذه حبيبتي عطاتو لي خدمت فيه وكلش، ومن بعد صار لي مشكل بطلت. نعم. من بعد بطلت، كنت ما خلصتهاش الكرا. نعم. كي ما خلصتهاش الكرا قالت لي كي شافتني هكذا كنت ما في حاله مش مليحه وكلش، قالت لي الله يسمح. نعم.
هذه من العام 2005. قالت لي الله يسمح ما بيناتنا ما كان حتى حاجه، ما شاء الله جال زوج فرق ما بيناتنا نتخاسروا. نعم. دركيتك مده تقريبا انا في قريب في 10 سنين ولات قالت لي اعطيني دراهمي. اسك نقدر نعطي لها دوك دراهمها ولا كيفاش ندير؟ نعم واضح ان شاء الله. هذا ما كان، هذا واش حبيت نسقسك. اسكي تما في الدين نقدر باسكو هي قالت لي الله يسمح ما بيناتنا. سمحت لك ثم راهي طالب فيك الان. نعم سمحت لك في اول الامر والان هي طالب فيك. سمحت لك في الاول الامر قالت لي الله يسمح ما بيناتنا ماشي على زوج فرق ما بيناتنا الاخر قالت لي الله يسمح ودوك طلبتني في دراهمها. واضح اختي لويزا ان شاء الله. نعم سؤالك واضح باذن الله وقوته. صح اخويا. شكرا مع السلامه. نسمع التلفزيون باذن الله. لا صح تابعينا فقط مع السلامه. شكرا. الى الاسئله الوارده شيخنا سعيد. سائله من ولايه عين دفله ابنها صعق بالكهرباء وتسبب له هذا الصعق في حروق على الجسد، مكث عاما ومات رحمه الله تعالى، هل هو من الشهداء؟ نعم. أولا تسأل الوالدة الكريمة. أولا سيدتي الفاضلة، أسأل الله عز وجل أن يرحم ولدك وأن يرحم جميع موتى المسلمين. فموته بمثل هذه الطريقة بالصعق الكهربائي عملا بالقياس ليموت بالغرقا ولا يموت بالحريق بالنار ولا عندنا نصوص في هذا الباب. إن شاء الله ربي يرزقه الشهادة، أسأل الله عز وجل أن يتقبله شهيدا، لأنه هذه موت الفجاءة، هذا الموت بهذه الطريقة صعبة جدا حقيقة، لأنه وقلبها ما زال محروق يعني كما ورد في السؤال الأخي محمد صالح. إن شاء الله أولا هي ربي ثبت أجرها. آمين. ربي قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقولي يا الأخت الكريمة قدر الله وما شاء فعل، هو مات ما دام مات بالصعق الكهربائي ولو لمدة سنة كان يعني يعالج، ولكن مات بذلك السبب. نحسبه شهيدا ونسأل الله عز وجل أن يتقبله كذلك. والشهادة والاستشهاد في سبيل الله عز وجل مقامات، فإن شاء الله ينال مقاما من مقامات الشهداء. نسأل الله عز وجل أن يتقبله كذلك شهيدا، وأن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يرزق هذه الأمة الثكلى، أن يرزقها الصبر والسلوان واليقين والإيمان بقضائه وقدره. اللهم آمين يا رب العالمين. هنا عبد السلام العاصمة يسأل عن حكم العمل بالحديث الضعيف. الأخ عبد السلام، طبعا هنا السؤال في الاختصاص، في الاختصاص نجيبك بما يكفي بما يسمح به الوقت. أولا الحديث الضعيف هو نوع من الأحاديث المردودة. طبعا الحديث كان الأحاديث المقبولة، كان الحديث الصحيح كيقول الصحيح معنى الصحيح لذاته، وكان الصحيح لغيره، وكان الحسن لذاته والحسن لغيره. وفي الجهة الثانية الحديث المردودة كان الحديث الضعيف، كان الحديث المضاعف وهذا نوع آخر، كان الحديث المتروك الحديث المطروح والحديث الموضوع. يعني تفاصيل في هذا الباب مهمة جدا. بالمناسبة نرسل رسالة إلى طلبة العلم وإلى عموم الناس أن يهتموا بعلم مصطلح الحديث أو بعلوم الحديث بشكل عام، وهي علوم جليلة وعلوم شريفة وعلوم مهمة جدا. للعلماء يعني نظرات في هذا الموضوع. مدام سؤال الأخ عبد السلام يسأل عن حكم العمل بالحديث الضعيف. طبعا الحديث الضعيف لا يكون ضعيفا إلا إذا كان فقد يعني شرط من شروط الصحة، وطبعا إما الاتصال، شرط الاتصال أو شرط العدل أو شرط الضبط أو شرط العلة إذا كان فيه علة قادحة أو فيه شذوذ إلى آخر. يعني هذه الأمور. نعم في التلقي يقول هذه شروط يعني الحديث الصحيح، فإذا فقد شرطا من هذه الشروط صار ضعيفا. والحديث الضعيف كان فيه 3 مذاهب في الحقيقة للعلماء. المذهب الأول يذهب إلى العمل بالحديث الضعيف مطلقا، إلى العمل بالحديث الضعيف مطلقا، يعني سواء تعلق الأمر بأحكام الحلال والحرام أو تعلق الأمر بفضائل الأعمال. والعقائد؟ والعقائد لا، في العقائد لا، العقائد لا يعمل بالحديث الضعيف إطلاقا. إطلاقا. نعم. إطلاقا. وطبعا مما الأحاد اختلف فيها، والأحاد فيه اختلاف.
وما بالك بالضعيف. نعم. والحديث أحمد نسب إليه كلام في هذا الباب، يقول أن الحديث الضعيف أولى عندي من رأي الرجال، لأن في احتمال صحة، في احتمال الصحة، احتمال أن هذا الحديث يعني قاله ولكن النبي القواعد حكمت عليه بالضبط. ولكن القواعد الضابطة المهمة جدا الصارمة حكمت عليه بالضعف. هذا الرأي الأول إذن العمل به مطلقا. وكاين الرأي الثاني تمام عكس، يعني يقول لك لا يصح العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الحلال والحرام ولا في فضائل الأعمال. وممن ذهب إلى هذا الرأي، طبعا الرأي الأول ذهب إليه جماهير الفقهاء وجماهير المحدثين. أما الرأي الثاني هذا ذهب إليه بعض العلماء، منهم القاضي أبو بكر بن العربي المالكي يقول بعدم العمل بالحديث الضعيف. وهناك رأي وسط أحكام القرآن. نعم شيخ جليل. شيخ جليل وعالم ثبت. كان من هناك رأي ثالث أو مذهب ثالث يفرق، يقول لك لا يعمل بالحديث الضعيف في أحكام الحلال والحرام، ولكن يعمل بالحديث الضعيف في مكارم الأخلاق وفي فضائل الأعمال. إذا كان سمحت الأخ محمد صالح أعطي مثال. لكن هل وضعت شروط في هذا أو لا؟ نعم وضعت شروط في هذا. من هذه الشروط اللي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني، بارك الله فيك على السؤال. الحافظ ابن حجر العسقلاني بالمناسبة نبه السادة المشاهدين، نتمنى يعني نعطيو قيمة لهذه الألقاب. نعم نعطيو قيمة لهذه الألقاب، كي نقول فلان محدث، نقول فلان مسند، فلان محدث، فلان حجة، فلان حافظ، الحاكم كما نقول الحاكم صاحب المستدرك، ونقول فلان أمير المؤمنين في الحديث مثل الإمام أحمد بن حنبل وغيره. يعني هذه الألقاب المهمة. إذن الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر شروطا للعمل الحديث الضعيف. من هذه الشروط الشرط الأول الأساس ألا يكون ضعفه ضعفا شديدا. الشرط الثاني أنه إذا كان ما عندناش نص صحيح يعني في الموضوع. الشرط الثالث وهو مهم جدا، ألا يعتقد أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هناك احتمال أنه ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قلما تجتمع صعب جدا. لذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني ضبط هذه المسألة بهذه الشروط. قلت كمثال يعني خفيف هكذا، مثلا في حديث ضعيف اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين فضل صلاة أو قيام ليلتي العيدين، يعني عيد الأضحى وعيد الفطر المباركين. يعني هناك حديث في هذا الباب يعني يحث أو يندب إلى قيام الليل ليلتي العيدين. هذا الحديث ضعيف. من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. نعم. من أحيا ليلة العيد فقد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. هذا الحديث حديث ضعيف، ولكن هذا الحديث له أصل في الدين، له أصل في الشريعة. نعم. يعني يقول ربي سبحانه تكلم عن قيام الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني إشارة إلى قيام الليل والطاعات والقربات المختلفة. وأحاديث كثيرة تبين فضل قيام الليل، وأن هذه العبادة أفضل من أفضل الأعمال عادة ما فرض الله علينا. يعني بعد الفرائض تأتي صلاة الليل، صلاة قيام الليل. طيب هناك أحاديث كثيرة في هذا الوقت ما يسمحناش باش نفصلوها كامل، ولكن إذن هذا الحديث ضعيف، وهذه إذن الشروط أن يكون عنده أصل لا يتنافى مع الأصل. يعني هناك أصل موجود في القرآن وفي السنة وهو قيام الليل. إذن هذا الحديث لا يضر، لأنه يتحدث عن جزئية معينة وهي قيام الليل ليلة العيد والسلام. لم يأتي بأمر جديد، بل جاء بجزئية لها أصل في الشريعة في القرآن وفي السنة. إذن هكا اكتفي بهذا، ولكن في حاجة مهمة جدا. إذا كان مخالفا لم يثبت يعني
نعم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ليلة العيد أو الصحابة الكرام. طبعا نعم. كيف يكون الموازنة بين طبعا في هذا الحالة معنى من لم يعمل بهذا الحديث لا حرج عليه، ولكن من عمل بهذا الحديث اعتمادا على هذه الشروط فالحرج مرفوع. لكن ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه أيضا من مقولته الطيبة يقول، وقد ذكر صاحب الكفاية قال كلام حلو، قال إذا تعلق الأمر بالحلال والحرام تشددنا، وإذا تعلق الأمر بفضائل الأعمال تساهلنا. نعم. يعني وهذه المسائل كيكون فيها خلاف فالحرج مرفوع إن شاء الله تعالى. من اطمأن قلبه إلى العمل بمذهب من المذاهب المذكورة فهو إن شاء الله مأجور، ومن أخذ برأي آخر فهو أيضا مأجور في كل الأحوال، ونسأل الله القبول. شكرا أخي عبد السلام على هذا السؤال اللي خرجتنا من مسائل الإفتاء الفقه إلى مسائل الحديث. نعم. إلى ليلى من عنابة. ليلى عظم الله أجرها في زوجها، هي في عدة الوفاة وعندها 59 يوم، تريد أولا معرفة أنواع الصدقات التي يصل ثوابها وأجرها إلى الميت. بدور نقول كالأخت ليلى عظم الله أجرك وأجر جميع أفراد العائلة. نسأل الله عز وجل أن يتغمد زوجك بالرحمة الواسعة. آمين. 59 يوم مرت على العدة. ربي قال في أمر المعتدات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أيام، يعني 10. الصدقة الجارية أو الإنسان كيموت أماذا بك أفراد العائلة أو المقربين يديروا له كما يقولوا سواقي الخير التي تعود له بالحسنات. من هذه السواقي الدعاء نبدأ به، ولم يرد السؤال لكن معلش باش نعمم الفائدة. معنى الأحياء يدعون للأموات، الدعاء الميت خاصة مع اغتنام الأوقات الشريفة والأحوال الفاضلة، مثل وقت نزول المطر، وقت السفر، وقت السمر، يعني واحد كينوض يعني في وقت السحر، أقصد وقت السحر يعني يقوم الليل ويدعو الله عز وجل. إذن في السفر والسفر والسحار، وكذلك عند السجود أقرب ما يكون العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وهو ساجد. الإنسان أمرنا في الحديث نفسه بالاجتهاد في الدعاء، وكذلك عقب الصلوات. يعني كان أوقات كثيرة واحد يستثمر في الدعاء للمسلمين جميعا ولموتانا على وجه الخصوص. وكذلك الأخت الفاضلة الأخت ليلى، الصدقة مطلق الصدقات، لو كان كاسمة تتصدقيه على روح زوجك يصل بإذن الله تعالى، تتصدقي بمبلغ مالي على روح زوجك ربي سبحانه يوصل هذا الأجر لزوجك والثواب يصل. نعم. أما أنه تديري صدقة جارية فهذا أمر مهم، كأن تساهمي في بناء المسجد، كأن تساهمي في بناء المستشفى، أو أن تساهمي في بناء المدرسة، أو شق طريق، يعني أي حاجة تعود بالمنفعة العامة على الناس، وانت تنوي بالقدر. ماشي شرط تبني سبيطار كامل، تبني مستشفى أو مشفى أو عيادة أو مدرسة أو جامعة أو مسجد أو زاوية أو لا، ليس شرطا. إذا كان واحد عنده إمكانيات الله يبارك، يدير وقف، يدير صدقة جارية على روح فلان، الله يبارك هذاك الأجر يبقى يخدم عليه إلى يوم القيامة. يعني هذه حاجة مليحة، هدية كبرى تهدى للأموات. ولكن يكفي أن تساهمي في بناء أو في تأسيس مشروع من المشاريع هذه التي يعود خيرها على العامة على الناس جميعا، فعندك أجر كبير، وهو زوجك عنده أجر كبير وثواب كبير. إن شاء الله ربي تقبل منك الأخت ليلى ومن زوجك إن شاء الله. بالنسبة للخروج لزيارة بيت الأم واقتناء حاجات البيت الضرورية لها ولأولادها، يا الأخت ليلى، العدة الشرعية ليست سجنا للمعتدة، ماهوش حبس. المرأة كي تعتد معنا راهي شغل مسجونة ما تخرجش من الدار. يجوز لك باش تزوري الوالدة نتاعك عادي وتعودين قبل المغرب إذا استطعتي أو بعده بقليل. يجوز لك باش تخرجي لبرا تروحي تشري تقتني أغراض وحاجات لأولادك ولأسرتك. يجوز لك
يجوز لك باش تخدمي إذا كنت من العاملات، يجوز لك مثلا تروحي تزوري مريضة، واحدة من قريباتك مريضة ولا واحد قريب مريض تروح تزوري، لا حرج عليك. يجوز لك باش تقرا، يعني بالنسبة للمرأة المعتدة اللي راهي تقرا في الدراسة نتاعها أيضا تقوم بكل هذه الأعمال وهي في عدتها، نسأل الله لها القبول. آمين إن شاء الله. عائشة من خنجلة سألتنا دكتور سعيد عن استعمال الليزر بسبب الشعر في الوجه، هل عليه إعادة الوضوء، خاصة أن اللي يستعمل هذه الطريقة هو طبيب؟ استعمال هذه الأشعة تاع الليزر ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. نعم. ولو قام به رجل، أنت رحت لهذا الطبيب تداوي، نعم، للتداوي للعلاج ما عندك حتى حرج، راكي على وضوء، كي تكملي هذه الأشعة تروحي تصلي عادي. وإذا انتقض وضوءك لسبب آخر غير هذا فتعيدين الوضوء والسلام، ما عندك ولا شيء، لا حرج عليك. نعم. بالنسبة لمسألة الدار هذه أنا ما فهمتش مليح شيخ السؤال وتبينته جيدا يعني. نعم، هو رهن. نعم، نوع من أنواع الرهن، يعني الوالدة نتاعك ماماك كما قالت. نعم، تقول ماما هكذا، ويطلق على الجدة أيضا. نعم. ماماك يا الأخت عائشة اقترضت مبلغ 7 ملايين ولكن من امرأة أخرى. نعم. ويماك عندها دار، قال هاي الدار هذه كأنها تأمين أو كأنها رهن، قال نرهنها حتى ترجعي لي. لذلك هي طبعا لم تبين، ولكن الصيغتان صحيحتان شرعا. نعم. وصحيحتان قانونا وعرفا. طيب، ولكن بعد ما فات 14 سنة رفضت هذيك صاحبة المال، يعني الدائنة، خاطر يماك تعتبر مدينة، يعني تتوالس مدينة. أما تلك المرأة اللي حكمت الدار عندها تسمى الدائنة، ما حبش ترجع لها الدار. الجواب كالآتي: يماك ترجع لها 7 ملايين وهذيك ترجع لها الدار، وهذا من لوازم هذا العقد. نعم. يعني قولي لها يا الأخت عائشة، هذيك السيدة، قولها حرام عليك باش تحكمي الدار بغير وجه حق. ربي قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد فيه اتفاق، ما هو الشراء. لو كان يماك بعت لها الدار ب7 ملايين، طبعا أنا ما عنديش حق يماك باش في الرجوع، ولكن إلا في على سبيل الإقالة، هذا موضوع آخر. إقالة العثرة، هذا موضوع آخر. أما العقد تام مرتبا لآثاره، فالعقد تام مرتب لآثاره الشرعية والقانونية. أما أنه ما هوش عقد بيع، إذن يماك ترجع لها دراهم 7 ملايين وهذيك ترجع ليماك الدار، وما عندهاش الحق هذيك المرة باش تمسك الدار، وإلا توقع تحت قوله تعالى، يقول رب سبحانه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بأي حق استحللتم أموال الناس؟ بأي حق هذه المرأة تستحل المنزل ظلما وعدوانا؟ قلها حرام عليك تدي هذا الدار، ترجعها لماماك وماماك ترجع لها المبلغ نتاعها والسلام. في حالة إذا كان الأخ محمد صالح ربما في اتفاق أن هذا المبلغ لمدة معينة، مدة عام، عامين، 3 وكذا، هي تجاوزت المدة، هنا لا حرج أن نعود إلى السعر المرجعي، أن نعود إلى قيمة الذهب وندير لها تعديل لهذا المبلغ بما يناسب المرجع اللي هو الذهب. هذا قوس خفيف يعني افتحه للإجابة عن هذا السؤال. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سمية من فرنسا، أكيد أنك ستتواصل معها بعد الحصة، ولكن في كجواب عام لمثل حالتها، لما يريد أحد الزوجين الرجوع والطرف الثاني يرفض الرجوع، كيف يكون التوفيق بينهما؟ والله يا أخي محمد صالح، خاصة أن حالتها نفسية متضررة كثيرا. يعني فهمنا من سؤالها أنها نفسيا راهي تعبانة، راهي متضررة، ثم أنها راهي تلح على الرجوع، تريد الرجوع. والله يا أخي محمد صالح لا أدري، يعني الطلاق ما زال لم يفهم جيدا، يعني لم يفهم جيدا من الناس. نعم. الطلاق هو آخر الحلول.
اللهم إلا إذا كان انعدمت كل السبل، خلاص فيه نفور من الطرفين، هو رافضها هي رفضاته، خلاص. إذا كان الأمر هكذا الطلاق أحسن يعني. الطلاق أحسن. نعم. الطلاق قد يكون حلا، قد يكون حلا وإن كان الأصل فيه الحظر، ولكن قد يكون حلا، ليس دائما ممنوعا أو مرفوضا. ولكن هي الآن مصرة على الرجوع، وهي سمعنا من كلامها أنها قالت ممكن دير حاجة فيه ولا فيا، يعني أكيد راهي مضطربة جدا. واش نقول لك يا الأخت سمية، أنت عندك نية الرجوع، ربي يبارك فيك إن شاء الله، وعندك أجر عند ربي سبحانه عز وجل. ما حبيتيش تخربي دارك، ما حبيتيش تخربي العش الزوجية نتاعكم، يعني أنت ربي يجازيك خير على هذه النية. ونقول لك اعملي واش قدرتي، استعيني بمن ترين يعني فيه صلاحا من أقاربه أو أقاربك أو أصدقائه أو المعارفه من أجل التوسط. ربما قد يكون الصديق مفتاحا للصديق، ممكن صاحبه كما يقولوا يقدر يكلمه، ممكن يأثر فيه، ممكن هكذا واحد يدير الخير واش يقدر يعني. ربما زوجك الآن زعف وتقلق ومش عارف، ربما عنده في دماغه أشياء هكذا، يأتي هذا الصديق ويشرح له، يقول زوجتك تريد العودة، تريد الرجوع، أنت عليك بالقبول. ربما إلا عندك شروط معينة، عندك ربما أمور باغي تقولها، قولها، تتعاونوا تديروا جلسات صلح، ديروا. وربي يقول والصلح خير، وربي يقول في القرآن الكريم إن يريد إصلاحا. هنا نرجع للشرط اللي هو إرادة الطرفين. إن يريد إصلاحا يعني الزوج والزوجة، ربي قال يوفق الله بينهما. إن شاء الله ربي يسروا وربي يسخروا يا الأخت سمية باش يقبل هذا الرجوع وتعود المياه إلى مجاريها. وأتواصل معك إن شاء الله تعالى بعد الحصة إن شاء الله وقدر. عمار من عنابة، هل يصدق فيها الكلام الأول أن الطلاق والفراق هو الحل الأنسب لهذه الحالة؟ وش رأيك يا دكتور؟ هذه الزوجة تسب زوجها وتشك فيه، وعندها حسب ما ظهر وسواس عظيم. الآن زوجها أيضا فرها ولا يريد الرجوع إليه، وهي غضبانة في بيت أهلها ولا تريد البقاء معه. والله بهذا الشكل يعني نعم. كما قلت لها أنت يعني راهي موسوسة، عندها وسواس كثيرا. نعم. طبيعي أكيد. سبحان الله. أولا ما حكم خارج عن حدود الشك الطبيعي. نعم. سبحان الله، يعني إذا تجاوز الأمر حده انقلب إلى ضده. نعم. يعني كل حاجة عندها حدود. سبحان الله، ربي يذكر في القرآن كثيرا وتلك حدود الله. حدود الله يعني الزرفي وحذيق، كاين ثيليسا، كاين حدود. توصل المرأة باش تسب زوجها، يا عجبا، السبان هذا في حد ذاته برو ماهوش مليح يعني. ابتداء يعني. وكيفاش نتصوروا زوجة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. يعني كيفاش يرضى عليها زوجها يتسبوا؟ نعم. تسبوا كرامته ورجولته، يعني عيب. وزيد العيب الثاني تشك فيه، غاثة وغيث نتاع الشك هذا الشك. ومعمار ذكرت لنا شيء من صلاحه واستقامته، يعني قال المدمر لا يعرف عنها الأمور يعني. الله يبارك. والشهادة نتاع الأخت معمار تقول باللي راه حج بتربي إنسان صالح، وزيد تحلفوا على المصحف، يا عجابة يعني. نعم. تروح صافي ظلم، ممكن يجي نهار تقول له روح نديك للكعبة وتحلف فوق الكعبة يعني، ويا ربي يسلك. هذا نتاع اليمين وحلفات يدك وسط المصحف. وكاين بعض الناس سلوك غريب يعني، أي حاجة يجبد المصحف يقول حبس قبل ما تقول كلمة أو نسخة، حط يدك وحلف. أو كيف إذا كان اليمين بغير مصحف محسوب لا يقع. واحد يستخدم اسم ربي العظيم، تعظيم الأمر يعني. سبحان الله. سبحان الله. ثم أنه هذه باينة يعني، هذا زوجته هذه باينة ما هيش طبيعية يعني، عندها وسواس تحكم فيها. والوسواس هذا كي يتحكم في المرأة وفي الرجل اللي راح منه ضحية، كلاهما كارثة. واللي يشك في كل شيء ما عنده شك. وحنا نقولوا هو ربي سبحانه قال في القرآن والله لو كان ما رجعوش لكلام ربي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم غير نضيعوا كامل، ما يبقى بنا حتى واحد. هو ربي قال هذا إذا جاءكم خبر واحد، إن جاء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا كي يجي الخبر. ربي قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا رقم واحد. رقم اثنين، القاعدة الفقهية تقول تقرر الآتي:
اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. مادام هذا زوجك بيقين، إنسان صالح، إنسان سوي مستقيم، ماشي هكذا تشوف المنامة ولا يجي واحد يقولها ولا تضرب خط رمل وترمي زوجها بالشكوك. نقولها اتقي الله، نقولها اتقي الله، عالجي روحك، داوي روحك. وأنا نقول لزوج هذه السيدة، نقول له لا تستعجل، لأنه ما هيش طبيعية بهذا الشكل. أليس كذلك محمد صالح؟ أكيد نعم. يعني أنت ثاني نقول لك ما تتعصبش، يعني ما تقولش مادام راهي دارت كذا 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 من بعد ثاني تطلقها، خاصة إذا كان عندهم أولاد. يعني ربما ما سألناش إذا كان عندهم أولاد، لكن كلاهما لا يريد الرجوع. درك إذا كان فيه نفور تام، خاطر هي مكثت 5 أشهر في البيت، هو يعني بسبب ما يلقاه منها لا يريد الرجوع تماما، فكيف يكون التوفيق؟ يعني المرأة كما هذه، نعم. أو فرضا أنه يطلقوا خلاص، بعد تزوج بواحد آخر ثاني يزيد تعطيه كيف نفس الأمر، نفس الأمر. إذا كنقولوا خاصة عندهم أولاد، نعم. درك إذا ما عندهمش أولاد فيه نفور بقاو على خير، نعم. كل واحد يحكم طريقه. أما إذا كان أولاد لا، هنا لازم مراعاة هذا الأمر، لازم نجتهد ولازم إلى النهاية ليبقى الحل، آخر الحلول هو الطلاق، تكون تضحية من طرف يعني. نعم. حاجة عيدة من فرنسا سألتنا واتصلت بنا الشيخ سعيد، زوج بنتها تقني في الاتصالات، يتنقل للناس بأمر من الشركة اللي هو ينتمي إليها، ولكن بعد إتمام العمل يعطى شيء من المال. الآن بعض الناس قالوا هذا الأمر حرام، هل هذا صحيح؟ الجواب يا الحاجة عايدة، مادام زوج بنتك راه يعمل في شركة، إذا أدى عمله أداء حسنا، خدمته عادي نورمال، الأمر الأول. الأمر الثاني، ما دارش صاحب الدار في حرج، لأنه ممكن ما يخدملوش خدمة مليح، ولا يوحي إليه باللي شغل باش يخدم له ان ترافاي فيني، يسقم له سوا لازم يفهم روحك. إذا لم تصدر منه أي إشارة لا لفظية أو عملية، ولكن صاحب الدار أراد أن يكرمه، خلاص كمل الخدمة تاعو وأعطى له 5 يورو ولا دي 10 ليزورو ولا كذا، ما عنده حتى حرج، هذا يأخذ حكم الهدية. وقتاش يأخذ حكم آخر تاع رشوة؟ ولا لو كان مثلا يديروا شغل شونتاج، يقول ما نكملش الخدمة ولا يتهاون هكذا، يجي يوم وما يختمش وكذا إلى آخره، وبعدين مول الدار كأنه يفهم باللي باغي أموال. إذا كان دار هكذا ولي الزوج، يعني زوج بنتك، نقول لا يجوز، تولي في حكم الرشوة، ولا يفضل هذا على هذا ولا. أما إذا كان لم يضيع حق أحد وأنجز مهمته كما يجب، كان في حدود معرفته، ولكن صاحب الدار أراد أن يكرمه، يعطي له هدية يعني كادو، يعطي له 5 يورو ولا أكثر ولا 15 ولا 20 يورو، ما عنده حتى حرج، هذا أمر مشروع، يأخذ حكم الهدية، والهدية جائزة. لكن نفتح قوس دكتور، الهدية للموظف الآن للعامل، يعني ربما قد يتعود على هذا. بعض الناس ضعاف النفوس، فربما يمشي الآخرين لا يعطى شيء فيتذمر، وربما يقع في حرج شرعي. نعم. أنا حبيت أقول لك محمد صاحب بارك الله فيك، يعني كان في خالدي أن أعلق على هذا الأمر، نعم. ولكن أجبت عن أصل العام فقط. نعم. لماذا؟ لأنه الموظف موش كونه الإنسان موظف معناه محروم من جميع الهدايا. دائما نأخذ مركز الوسط، ربي قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أي واحد موظف يعمل يروح يؤدي خدمته، بعدين هذاك أراد أن يكرمه فليكرمه. واحد خسرت له سيارته يديها لواحد ميكانيكي وشاف عمل متقن ما شاء الله، قلبه مرتاح باش بعد إنجاز العمل يهديه هدية، ماشي قبل. لو كان قبل مثلا ممكن يؤثر فيه. نعم. قال في 10 سيارات سبقاته، هو كي يعطي له هذاك المبلغ يسبقه هو، يدير له أولوية، هنا لا يجوز، لأنه كلا حق الآخرين. أما بعد إنجاز العمل وذاك الإنسان مرتاح، يقول هذا يعطي له مصحف، هذا يعطي له كتاب، هذا يعطي له شريط، هذا يعطي له 5 يورو، يعطي له 10 يورو. تصرى لنا جميعا يعني هذا الشيء نمدوا للناس كي يشوفوا عمل متقن، وكأنه تشجيع أيضا له على إتقان عمله، وكذا ما كان حتى حرج. ولكن الإنسان إذا شاف روحه ولا والفها، نعم. يعني لو كان ما يعطيلوش يولي يمرض،
يولي يقول كيف الناس قاعد يمدوا انت ما تمدش، وهنا حبس. نعم. هنا حبس، راك دخلت في اللا الشرعي، يعني عليك أن تتوقف، دخلت في المحظور. نعم. نعم. زوجها يضع القرآن الكريم في هاتفه ويدخل به إلى بيت الخلاء أكرمكم الله وعزكم. نعم. وطبعا وجود القرآن داخل الهاتف النقال مبدئيا يجوز، ما في حتى حرج، لأنه الأخت الكريمة نقول لك اللي حافظ القرآن كما في راسه، في صدره، في صدره. نعم. يعني حافظ القرآن الكريم ويدخل دورة المياه عادي، ولكن المطلوب هو أنه لا يقرأ القرآن داخل في هذه الأماكن ومثيلاتها. أما أنه الأفضل أنه دائما الأولى الهاتف النقال يخليه برا، يعني ما يدخلش به داخل دورة المياه، باش كي لا يسمع القرآن في هذا المكان. هذا مكان يجتهدوا في هذا الإطار فقط لا غير. نعم. فيها فقط لا غير، ولا يرد داخل دورة المياه، لا يتكلم مع الناس حتى يخرج وبعدين يكلم من كلمه والسلام. نعم. أختنا فاطمة من تيارت، أن تلفظ الزوج بهذا الكلام هذا. نعم. أنت سألتها الشيخ هذا الموضوع، يعني لأن كثرة ما نسمعه من الزوجات، ولا نسمع يعني إلا نادرا أو قليلا من الأزواج الموضوع، يقول لك أنا قلت كذا وأقصد كذا. الآن الزوجات هم من يسألون. غير ظاهرة غريبة، يعني الرجال يطلقوا ونساء يسقسيوا. نعم. يعني مش بيهم، يعني شبيهم، تحتاج دراسة. تحتاج دراسة والله، غير مرارا كتقول قول زوجك يتصل ولا يقول لك لا زوجي ما حبش، أو كيفاه كي يطلق يعني راه يطلق، وكي نقولوا له حبينا نسمعوا له هو، أو ذلك الأخ محمد صلاح سألها. نعم. سأل الأخت فاطمة، قال نيته كيف يعني القصد نتاعو، كي قال حرام مرتي. نعم. هل يقصد إيقاع الطلاق؟ معنى المرأة نتاعو ما كاينش عبارات يعني يفهم منها الطلاق كما والشيخ محمد حمان الله يرحمه يعني تحدث في هذه النقطة بقوة. الشيخ شيخ الجزائر من شيوخ الجزائر رحمه الله، مفتي الجزائر. الشيخ محمد حمان رحمه الله، فتوى شديدة يعني. نعم، فتوى شديدة يعني. باش الناس تتجنب، ماهوش كل حاجة يربطها بالحرام مع مرته وكذا. قال تحل له بالزواج وتحرم عليه بالطلاق. نعم. تحل له بالزواج وتحرم عليه بالطلاق. هو يقول حرام زوجتي يعني سبحان الله، تنصرف للطلاق مباشرة. تنصرف للطلاق مباشرة. لذلك ذلك إذا كان جرى بها اللسان، بها اللسان هنا التفصيل. نعم. هنا التفصيل، إذا كان جرى بها اللسان ولا يقصد بها بهذه الكلمة الطلاق. نعم. خلاص يعني نأخذها في هذا المحمل ونفتيه إذا كان راجع إلى أهله بعد هذا الخلاف، ونفتيه بكفارة اليمين باش يطمئن، يعني يكفر عن يمينه. تأخذ أو نأخذها يعني في هذا المحمل تاع اليمين. نعم. ويعني يروح يكفر عن يمينه طبقا للحكم القرآن اللي ورد في سورة المائدة الآية 89. نعم. يعني إما إطعام 10 مساكين، وإذا لم يستطع يصوم 3 أيام إما متتاليات أو متفرقات، يعني باش يكفر عن يمينه. أما إذا كان نيته انصرفت إلى الطلاق فقد وقع، يعني يبدأ في حساب العدة من لحظة تلفظ اللافظ، يعني الزوج نتاعك بهذا الكلام. اسأليه يا الأخت فاطمة ويجيبك، والجواب سمعتيه أنت الآن منا. نعم. على المباشر كما فصلتم وبينتم. لويزا من العاصمة، الآن كانت تعمل في محل يعني يوقع لها مشكل تركة العمل. هذه الصديقة قالت لها أنا تنازلت عن ثمن كراء هذا المحل. بعد 10 سنوات هي الآن تطالب بهذه المستحقات من الكراء. نعم. أولا الأخت لويزا، ماذا بك لو كان توصلوا هذا الكلام لهذيك السيدة، هذيك الصديقة نتاعك اللي قالت لك الله يسمح، قالت لك الله يسمح. فتح المصحف الآن إذا كان حبيتي، روحي لسورة قاف الصفحة اليمنى الآية 18. واش يقول فيها ربي سبحانه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربي قال هكذا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معناتها هي قالت لك الله يسمح
ما دام قتل. نعم هناك مكالمة. لا بقت أقل من دقيقة. نعم. خلاص الله يسمح. هي قالت لك الله يسمح الآن لا يصح لها باش تطالبك بالأموال، وإلا هي هدت لك هذه الأموال خلاص سمحت. ما عندهاش حق تتراجع. الرجوع إلى لا يحق لها، وإلا كما اللي يرجع ياكل كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم القيء نتاعو كرمكم الله، كما ورد في الحديث الصحيح الذي يرجع في هبته، الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، كالكلب الذي يرجع في قيئه. هذا هو كلامنا الأخت بالزام. إن شاء الله ربي يهديها وربي يحفظنا جميعا ويحفظكم جميعا من سوء الأخلاق، وهو الهادي إلى سواء السبيل. شيخنا سعيد أحسن الله إليك وبارك الله فيك على ما تفضلت به من الأجوبة إخواننا وأخواتنا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وهذه تحية زملاء ننقلها لكم وستظهر لكم أسماءهم بعد قليل إن شاء الله. دمتم في رعاية المولى وحفظه إلى الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.